لما نيجي نبص بقى على حاجة مهمة جدا وهي مصر. مصر دي بلد ايه؟ أولا مصر أنا ما بعتبرهاش بلد كبيرة ولا بلد من أساسه يعني. لما نيجي نقول إن مصر داخلها 385 مليار جنيه، أي حوالي 55 مليار دولار. داخلها بيتناقص، السنة اللي فاتت كان داخلها 355 مليار جنيه، لكن عالميا كانوا بيعادلوا حوالي 60 مليار دولار. النهارده 385 مليار بيعادلوا حوالي 55 مليار دولار. يبقى انت بالنسبه للعالم انت بتنزل مش بتطلع. وان كنت في الداخل انت بتاعك انك بتطلع، لكن انت فعلا انت بتنزل، بتنحدر، بتهبط، فقيمتك بتقل اساسا. فما بالك انا اعتبرهم 100 مليار حتى، 100 مليار دولار يعادلوا 100 مليار دولار، ما هماش حاجه بالنسبه للمصريين برضه، لسبب واحد لان المصريين 95 مليون. لما نيجي نقسم عليهم ال 55 مليار دول، كل واحد هينوبوا 50 مليار، 50 دولار في الشهر. 50 دولار دول هيعمل بهم ايه؟ تعليم ولا صحة ولا دعم وقود ولا دعم غذاء ولا طرق ولا مشاريع ولا رواتب ولا تقعد تعد حاجات، يا هتزهق من كتر العدد ده. وانا واحد هيقول هو في ايه؟ ما هم كويسين دول وحلوين وبتاع. اقول له لا، مش كويسين ولا حلوين ولا اي حاجه، ولا قيمه اقتصاديه نهائي موجوده. لسبب واحد، لان لما تعرف مثلا ان دوله زي اسرائيل اللي جنبنا دي، اسرائيل دخلها حوالي 210 مليار دولار في السنه، يعني دخلها قد دخل مصر تقريبا 4 مرات. اسرائيل كدوله بتدخل دخل قد مصر 4 مرات، بالرغم من ان اسرائيل كل اللي فات 6 7 مليون نسمه. احنا عندنا 95 مليون نسمه. بينوب الفرد فيهم حوالي 3000 دولار في الشهر في الدخل العام للدوله. لما نيجي نقسم الدخل العام للدوله كده على الافراد، كل واحد يطلع له بتاع 3000 دولار في الشهر. نيجي مثلا لبلد زي السعوديه، السعوديه دخلها حوالي 444 او 450 مليار دولار في السنه، وفيها حوالي 25 مليون. لما نيجي نقسمهم عليهم تلاقي كل واحد بيطلع له بتاع 1800 ايه، 1850 دولار في الشهر، مش 50 دولار زينا. نيجي نشوف امريكا مثلا، امريكا دخلها طبعا ده حاجه تانية لانها اعظم اقتصاد في العالم، فبالتالي دخلها حوالي 40 تريليون دولار في السنه، وعدد سكانها حوالي 320 مليون نسمه. يعني اما نيجي نحسبها تبص تلاقي الواحد بيطلع له في الشهر في حدود اكتر من، لو جينا نقسمها كده من غير اي حاجه، كل واحد هينوب حوالي 10000 دولار في الشهر. لو جينا نبص بقى للدول العربية اللي هي موجودة حوالينا دي كلها، وإن كانت 10 20 30 دولة، زي ما يطلعوا كلهم على بعضهم ببترولهم بناسهم باقتصادهم بزراعتهم بكل ده، تبص تلاقي داخلين كلهم على بعض ما يساويش 2 مليار، 2 تريليون دولار. يعني أمريكا لوحدها بتدخل قد الدول العربية كلها، من أول المحيط للخليج كله، تلمهم كلهم على بعض كده وتحطهم، أمريكا بتدخل أكتر من 20 ضعف لوحدها بالنسبة لدول. ليه؟ لأن بتدخل فلوس، مش إنك أنت تلاقي حاجة وتبيعها. اللي دخل فلوس إنك لما تلاقي الحاجة تشغلها فتجيب هي فلوس. إحنا ما عندناش الحكاية دي في الدول العربية، لأن الدول العربية هي دول متخلفة ككل. وهو البعض بيعدل ذلك إلى العقيدة، لكن طبعا هو مش من العقيدة، هو من الإسلام. ومش الإسلام كإسلام، لكن الإسلام كدين، لأن احنا ما فهمناش يعني إيه إسلام. في إسلام دين وفي إسلام عقيدة. احنا خدنا إسلام الدين، كل واحد مربي لي دقنه ولابس لي جلابية بيضة ومنطلون أبيض تحت سراويل أبيض تحت منها وماشي ويهز في نفسه ومتهيأله إن هو ده الدين بقى خلاص. وكأن محمد بن عبد الله ده كان ربنا منزل له اللبس ده من السماء وقال له هو ده اللبس الإسلامي تمشي عليه. ما كانوش الكفرة بيلبسوا نفس اللبس ده، هو طلع بيلبس نفس لبس الكفرة ده اللي هو كان موجود في وسطهم في الوقت دي، وده كان هو الزي اللي موجود أساسا بينهم الناس. ده هو نفسه الزي اللي كان موجود بين الناس. طلع لبسه ده أمور دنيا، مش أمور دين، ملهاش دعوة نهائي بالدين. أنتم أعلم بأمور دنياكم، ده أمور دنيا. تصريفات أمور الدنيا ملهاش دعوة نهائي بالدين، وكنا ندخل الدين فيها، فهو ده مهانة للدين. لأن الدين ده هو الخط الثابت، الطريق المستقيم،
الذي لا يعوج. فمجرد ان احنا ندخل الدين في السياسة فاحنا بنكسر الدين، لان السياسة معناها فن المتغير، والدين هو ايه؟ الطريق المستقيم. فلا تستقيم السياسة معه فيسيران معا، ولا يعوج الدين فيسير معا. حاجة من الاثنين، يا نعوج الدين يا نعدل السياسة. أولا عدل السياسة دي مستحيل، من مليون المستحيلات إنك أنت تعدل السياسة. السياسة عمرها ما تتعدل، ولا ما تبقى السياسة تبقى طريق قوي، طريق مستقيم. فبالتالي حاجة من الاثنين، يا تكسر الدين بقى وتمشيه مع السياسة، زي ده اللي بيعملوا بقى الجماعة اللي هم تجار الدين من إخوان وسلفيين وغيره وخلافه. وده أعظم إساءة حصلت في تاريخ الإسلام لهذا الدين، إن إحنا ندخل هذا الشيء القيم كأنك أتيت بجوهرة وألقيتها في ماجور فضلات بني آدم. هو ده اللي حصل، إننا جبنا ده ورميناها هنا، جوهرة الدين، ورميناها في السياسة اللي هي المزبلة التي تفوح منها كل روائح الكريهة في العالم. فلعنة الله على هؤلاء الذين يربون ذكونهم ويتمسحون بالدين وما هم من الدين في شيء، وعلى رأسهم وناس كثير معروفة. يعني مثلا نشوف واحد زي محمد حسان لما يطلع هناك في بورسعيد ويخطب ويقول لهم ده السيدة هاجر كانت من هنا من الفرمة. ده إنسان مخبول، ده إنسان مش عاقل، ده إنسان مش فاهم أي حاجة في الدين أساسا، ولا فاهم أي حاجة في التاريخ، ولا قاري، ولا عارف أي شيء في أي شيء. ده هم هطوا أنهضهم، هم أنا أقوم ده ماشي يشلد وخلاص. فرمة إيه وبورسعيد إيه اللي السيدة هاجر منها أساسا؟ هي كان في فرمة ولا بورسعيد ولا في صريخ ابن يومين قاعد في المنطقة دي أساسا، ولا كان فيها حد نهائي في الفترة دي؟ إيه التخلف اللي احنا عايشين فيه ده؟ دول ناس واخديننا لنصيبة سودة بالنسبة للدين. دول عايزين يمحوا الدين نهائي. اللهم خلصنا من هؤلاء، اللهم انتقم منهم، اللهم لعنهم لعنا كثيرا.